السلام عليكم، مساء الخير عليكم جميعا. اليوم راح نجرب مطعم في بانكوك من أشهر المطاعم لعمل الشوربات وبعض الأكلات التايلاندية. من 40 سنة ومطبخ المطعم هاد متخصص في شوربة أرجل الدجاج. خلال ساعتين طبخ بتصير شوربة أرجل الدجاج طرية وجاهزة للأكل. طبعا نحن ببلادنا في عنا شوربة معينة نستعملها من بين الحين للآخر، اللي هي ايه؟ اللي هي شوربة كوارع. شوربة كوارع عجل أو شوربة كوارع الغنم. التايلانديين بطبيعتهم ما بيستعملوا شوربة كوارع العجل أو الغنم، ولكن بيستعملوا شوربة ثانية، شوربة أرجل الدجاج. هاي شوربة اسمها شوربة صبر أرجل الدجاج، شايفينها؟ أرجل الدجاج. طبعا هي معمولة بطريقة بحطوا مع أعواد القرفة مع القرنفل مشان اخذ هذا اللون. هذا بسبب أعواد القرفة والقرنفل النجمي والكزبرة الخضراء اللي هي الكزبرة الخضراء، بالإضافة إلى ملح الصويا. شوربة كوارع الدجاج هذا نوع. في النوع الثاني اللي هو هذا الثاني بالعشائب التايلاندية اللي هو الزنجبيل وبعض العشائب الطبيعية، يعني بيستعملوها مع ورق الليمون. تمام. والفطر، هذا فطر حطوا معه فطر. شايفين؟ هي شوربة أرجل الدجاج على طريقة التوم يام كوم. كثير من الناس اجوا لتايلاند وبيعرفوا شو هي شوربة توم يام كوم. هي أطيب وألذ شوربة في تايلاند. طبعا بيحطوا معها حليب جوز الهند وشوية حليب مشان تعطي مذاق حلو لشوربة توم يام كوم، ولكن هي شوربة توم يام أرجل الدجاج. طبعا هذا المطعم هون مشهور كثير في الأكلات هي، وكثير مطاعم مثل حكيته بيعملوا نفس الأكلات. بيحطوا مع فلفل الحار، لو حبيت تضيف إلى الفلفل الحار، مو حابب تضيف الفلفل الحار ممكن تاكلها على طبيعتها بالشكل هذا. أرجل الدجاج العادية نشوف هي طرية جدا. بتذوب بالتم بسرعة، طعمها لذيذ جدا. طبعا هذا الرز مسلوق سلق، ستيم رز مسلوق. ونجرب شوربة توم يام دجاج. طعم الشوربة يا سلام على الطعم الجميل، يا سلام. غنية بالفيتامينات والمكونات تبعها، شهية، بتفتح الشهية صراحة. نسبة الحار فيها بسيط. أنا طلبت منهم يكون نسبة الحار بسيط، إن عادة الأطباق تبعهم بتكون حارة بس كتير علي كتير، فقلت لهم نسبة الحر تكون شوي خفيفة. وهذا الفطر رائع جدا وأكلة غير مكلفة، مع انه اكلات رخيصه جدا. نحن ببلادنا بنرميها، بناكل كوارع العجل وبناكل كوارع الخرفان وبنترك كوارع الدجاج اللي هي كلها فائده، فيتامينات وبروتينات مفيده للجسم. طبعا بالنسبه للشوربه هي التايلانديين بياكلوها من زمان، يعني يمكن من 300 400 سنه، وهي الشوربه المفضله لهم وما زالوا بياكلوا الفقير وبياكلوا الغني. توفر بكتير مطاعم بتايلاند، كون فيها مجموعة كبيرة من الفيتامينات، فيها الفوسفور، فيها الحديد، فيها البوتاسيوم، فيها المغنيسيوم، فيها تشكيل قوي من الفيتامينات والبروتينات المفيدة للجسم. أتمنى أنه يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى منكم المتابعة. لا تنسوا اللينك، تشجيعكم لإلي مهم جدا لعمل فيديوهات في المستقبل بتفيدكم على معلومات عن الأكل التايلاندي والعادات والتقاليد التايلاندية. شكرا لكم.